تخيل 500 شهيد خلال 3 ساعات. تخيل تكون نايم في أمان الله وتصحى على صوت انفجارات وقصف عنيف جدا من 120 طيارة، وبالآخر تقول لي عادي، ما هو أنتم أبطال. أنتم أبطال ولازم تتحملوا، لازم تتحملوا كل أنواع القصف وكل أنواع الألم وكل أنواع الدمار وكل أنواع العذاب وكل أنواع القهر، علشان أنتم أبطال. ولا من حقك أصلا تزعل على أولادك اللي بتشوفهم بموتوا. علشان إيش؟ عشان أنت من غزة، علشان أنت بطل. مش من حقك تزعل، ما بينفع تزعل أصلا. 1 و5 شهور وإحنا بنشوف كل أنواع الموت وكل أنواع العذاب وكل أنواع القهر وكل أنواع الألم. 1 و5 شهور وبالآخر رجعت الحرب تاني. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد متخاذل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قادر يعمل أي حاجة حتى لو نشر الفيديو وما سواه. احنا يا جماعة بنموت، احنا يا جماعة بنتعذب. احنا الآن داخلين في حرب تانية، حرب جديدة أقوى من الأولى، حرب تجويع كمان. ساعدونا بس في نشر الفيديوهات، ساعدونا بس في توصيل صوتنا، علشان احنا اخواتكم. احنا اخواتكم اللي بتتغنوا بس في الصفحات الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. اخواتنا وغزة حبايبنا، غزة بحاجتكم يا جماعة. احنا بنموت. بدي منك بس قبل ما تقلب الفيديو، سألتك بالله اعمل كل الحركات اللي على الشاشة وساعدنا بس في توصيل صوتنا. مش مطلوب منك اشي،